السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. الوصفه اللي عتشوفوا معايا اليوم كيك بارد كيجي المذاق ديالو هائل بزاف، من غير اللي كنعملو دائما. هذا كيجي رائع في المذاق والقوام ديالو وسهل. ولكن قبل بغيت نقول لكم اللي ما شفتي الوصفه ديال مادلين اللي عملناه بلا زبده وكيجي هيداك بالقبه وكيجي منفوخ، تشوفوا الرابط ديالو في صندوق الوصف. غنحتاج في المقادير عندي هنا بسكوي ماريا، غنحتاج 250 غرام، وغنحتاج 70 غرام ديال الزبده اللي كتكون دايبه. كيف كتشوفوا هنا اول حاجه كناخذ ديك 250 غرام ديال بسكوي ماريا وغنطحنو مزيان. غنعملوه هنا في اناء، في بول كنعملوه. المهم هذه راه طريقه معروفه دائما، القاعده ديال الكيك كنعملو لها هيدا، وماشي ضروري في هذه القاعده ديال الكيك تمشيو على المقادير اللي كنعطيكم. كل واحد والمقادير اللي كيعمل ديك الطبقه كيف خصو يجي السمك ديالها ديال البسكوي. كناخذ 70 غرام ديال الزبده اللي كندوبه، غنضيفها على ديك البسكوي وغنخلطها باش ديك البسكوي بالزبده باش كيتجمع. كنجمعوها بهذا الشكل هذا. هنا قايتاس ديالنا رملناهم بديك الزبده، هي الزبده صراحه كتجمع لنا البسكوي، وتاني حاجه كتخليه يجي مرمل وهشيش، ما كيجيش يابس. دابا باش غنكمل الجميع ديالي ديال هاد البسكوي هذا، دائما انا كنضيف قطيرات ديال الحليب باش منين كنكون كنقطع الكيك من بعد ما كيوجد ما كيتفتتش هاد البسكوي هذا. كنضيف غير قطيرات ديال الحليب وغنجمع هاد البسكوي ديالي. وكيف كتشوفوا هنا صافي كنعملو في القالب. بالنسبه للقطر ديال القالب 16 سنتيمتر هذا عندي فيه. كنعمل البسكوي ديالي وغنضغط عليه، المهم غنقادو مزيان. وكيف كتشوفوا ملي كنضيفوا ديك الحليب غير قطيرات، قلت لكم ماشي كنضيفوا الحليب حتى كتعجن، كتبقى مرمله. هنا غنخلي هاد الطبقه ديال البسكوي على جنب وغندوزو للطبقه الثانيه. للطبقة الثانية غنحتاج 22 حبة أو 25 حبة ديال بسكوي ماريا. غنحتاج هنا بودرة الكريم كراميل، وكذلك فلان نكهة ديال فاني عادي. وغنحتاج 650 مليلتر ديال الحليب. في كاسرول كنعمل الحليب هو الاول 650 مليلتر ديال الحليب، وغنضيف ليلو ديك البسكوي. طبعا الحليب بارد. ودابا كنبدا نخلط واحد شويه بحال هيدا باش يفزقوا ديك الحبات ديال البسكوي كاملين بالحليب. منين فزق ديك البسكوي كامل في الحليب وكيبدا يتفتت، دابا عاد غنضيف فلان فلان كراميل، وغنضيف كذلك فلان انا مستعمله الثاني هو فلان شينوا، اولا تقدروا تعملوا اي ماركه يكون النكهه ديال الفاني. صافي وكنبدا نخلط هادشي. كيف عارفين فلان كراميل راه فيه السكر ديالو، هذاك الشيء انا ما عملتش، والبسكويت حتى هو راه حلو ما ضفتش السكر نهائيا. صافي وكنبدا نخلط هادشي باش البسكوي كيزيد يرطب في الحليب وما كيبقاش يظهر بزاف. وصافي وديك فلان كيذوب حتى هو. دابا كنعمل هاد الخليط ديالي هذا على نار مهيله، وكنبقى نحرك فيه اولا باش ديك ماريا كتذوب، وثانيا باش ما كيتحرقليش او كيتقعد يتقل من تحت كثر من مده ديال 8 ديال الدقائق. ومباشره من على النار كنجيو نعملوه على ديك الطبقه ديال البسكوي وهو باقي سخون باش ما كيعقدش، وكنقادوه. دابا غندخل الكيك ديالي غنخليه في الثلاجه على الاقل مده ديال ساعه. بالنسبه للفلان اللي استعملت، انا استعملت هادو بجوج. دابا غنعدل الكراميل. غنحتاج ليلو كاس الا ربع، كاس كبير الا ربع ديال السكر. وكيف كتشوفوا هنا عملته على النار. ضفت ليلو تقريبا 3 او 4 معالق كبارين ديال الماء. وطبعا النار مهيله كنعملوها، والكاسرول اللي كنعملو فيها الكراميل دائما كتكون ثقيله. كيف كتشوفوا كنحاول ديك الماء نفزك هاد السكر كامل بالماء بحال هاد الشكل هذا.
وغنخلي الكراميل ديالي يوجد. صافي غير كيفزق هاد السكر كامل صافي وعي بدا يذوب. هانتوما كتشوفوا من الجناب هنا بدا كيغلى. هنا صافي السكر ديالي داب حتى كيذوب السكر في مره. عاد كنحرك هنا كنحرك. هانتوما كتشوفوا كيغلى، خصني يذوب مزيان. صافي دابا غنخليه يغلى حتى يتغير، يبدا يتغير اللون ديالو. هنا صافي كي كنبدا نشوف اللون ديالو كيبدا يتغير من الجناب صافي عاد كنحرك باش نوحد اللون. هنا السكر بدا كيتكرمل. صافي هنا ما كنوقفش من التحريك باش ما يتحرقليش. كنبقى نحرك فيه حتى كيذوب مزيان السكر، حيت الا وصل غير لهاد اللون هذا وطفينا عليه راه هو يتحجر. ما كملتش معكم طريقة تحضير الكراميل حيت الكاميرا سلل الشارج وطفات لي، فعلى داكشي ما صورتش. ولكن طريقة تحضير الكراميل راه فايت نزلت لكم الوصفة على القناة، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. منين كيوجد لي كراميل كنزولو على النار. ودابا غنضيف 4 غرام ديال الجيلاتي اللي كنكون عملته في شويه ديال الماء حتى كيرجع بهذا الشكل هذا. راه طريقه فايت نزلت لكم في اكثر من فيديو. غنضيف الجيلاتي لهذا الكراميل وهو باقي سخون وغنحركو مزيان حتى يذوب. المهم هادشي هذا كامل كنعملوه بالزربه. والكراميل قبل ما نعملوه على النار يطيب لنا كنعملوا هاد 4 غرام ديال الجيلاتين في 3 او 4 معالق ديال الماء وغنخليوهم يشربوا ديك الماء هذا. وكيف قلت لكم كيف كنزولوه من على النار كنضيفوا الجيلاتين وكنحركو مزيان. الجيلاتين في هاد الوصفه هذه هي اللي غتخلي ديك الطبقه ديال الكراميل تماسك اكثر. ومباشره وهو باقي سخون غنضيفو على الطبقه اللي عملنا ديال كريمه البسكوي وهو باقي سخون وضروري ما نصفيوه. دابا غنخلي هاد الكيك ديالي في الثلاجه يبرد، على الاقل نخليوه ساعتين. منين برد وتماسك الكيك هنا كناخد اللوز مهرمش وكيف كتشوفوا كنعملو من الجناب بحال هيدا. طبعا كيكون محمر. ودابا غنزول هاد الاطار وتقدروا تعملوها في قالب عادي ديك اللي ديال 20 سنتيم اللي كيتفتح من الجناب. غير هو ما عتجيكمش بهاد العلو هذا، عتجيكم حنيه واحد شويه. وهذا هو شكل نهائي ديال الكيك البارد ديالنا. كيجي فيه واحد المذاق مميز، ديك المذاق ديال الكراميل مع فلان اللي عملنا اللي بالبسكوي راه كيجي هائل بزاف. وصفه كيف كتشوفوا سهله، مكوناتها في المتناول بدون تعقيدات. يعني واحد الكيك بارد ماشي من العاديين، يعني نقدروا نحطوه للضياف اذا جاونا. وانا متاكد اللي ذاقوا عندكم غيسقسيكم على الطريقه والمقادير ديالو. كيجي هائل بزاف بزاف. انا شخصيا كيحمقني حيت المذاق ديالو لذيذ بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ونتلاقاو حنا في وصفه جديده ان شاء الله.